السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جبنا لكم فيديو جديد من قناتكم يلا بينا نلف الدنيا. وهنلف فين النهارده؟ وهنلف باذن الله في منطقة العمروة اللي كتير ما سمعش عنها، واللي بتكون في طريق مصطفى كامل ما بين الملاحة وراس السوداء. وحاليا احنا في شارع سوق العمروة. كنت نزلت لكم الفيديو بتاعه امبارح بالاسعار، عشان فيديو الاسواق عموما ما ينفعش ان هو يستنى، لازم بيكون تصوير في يومها ينزل في يومها بسبب الاسعار، ممكن تاني يوم اسعار تتغير. بس فهنكمل جولتنا بقى في الشوارع والحواري والمناطق المختلفة اللي هنكتشفها النهاردة لأول مرة. ويا ريت ما ننساش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، واكتبوا لي تحت في الكومنت حبيتوا الفيديو ولا لأ، وايه أكتر فيديوهات بتحبوها وحابين فيديوهات عن ايه تاني. كده احنا ماشيين في اتجاه شارع 20. اكتشفت بقى مكان ان لو مشينا كده بقى في الغيط ده وصلنا للناحية التانية عند العماير دي هتبقى منطقة عراومة. ولو عاوزين جولة فيها اكتبولي في الكومنت، ان شاء الله نبقى نعمل الجولة في يوم تاني علشان ما كناش ناويين عليها النهاردة. ومعروف في منطقة العمروة شارع 20 وشارع 30 وأعرامة، فاحنا ان شاء الله هناخد جولة النهاردة في شارع 20 وشارع 30 وحواريهم. احنا حاليا كده ماشيين في اتجاه شارع 20. والعمروة من المناطق الشعبية في اسكندرية اللي بيغلب عليها شوية طابع ريفي، زي منطقة الإصلاح كده، كنت عملتها قبل كده، هسيب لكم بإذن الله الفيديو بتاعها في الديسكريبشن بوكس أو صندوق الوصف، ابقوا شوفوا الفيديو واكتبوا لي رأيكم. عاوزة اقول لكم ان انا زيكم لسه بعرف المنطقة دي لأول مرة. الاماكن الداخلية في اسكندرية يعني كتير ما عندوش خلفية عنها، الا زي ما قلت قبل كده، يعني حسب طبيعة الشغل، حسب طبيعة مثلا لو لينا اهل او قرايب ساكنين في المنطقة، فده بيخلي الانسان يعرف مناطق اكتر. خاصة بقى ان انا كنت من الناس الدحيحة بقى في الكلية وكده، فما كانش ليا اي تجولات ولا اي خروج خالص، بسبب ان الكلية كانت علمية وبتاخد كل الوقت، وكان الواحد بقى مقضيها مذاكرة وعياط علشان الامتحانات والبهدلة دي كلها. الحمد لله انها خلصت على خير، والحمد لله دلوقتي الواحد بقى بكالوريوس العلوم والتربية، يعني خريجة تربية عام قسم بيولوجي، يعني دلوقتي مدرسة ثانوي احياء. وما كانش طموحي خالص بصراحة كلية تربية من صغري ومن طفولتي، وهو يعني بيقولوا لي الدكتورة، يعني خلاص كان عارفة ان هو الطب وهو ده اللي انا شغالة عليه طول حياتي. ولكن الحمد لله شاء ربنا ان المجموع يعني ما يجيبش على حاجات بسيطة كلية الطب، وكان قدامي طريقين، يا اما ادخل كلية علوم يا اما ادخل كلية تربية بيولوجي. ولكن طبعا كلية علوم قالوا بعدها لازم تاخد دبلومة تربوي ومش عارف ايه شغلانة وقصة، فحبيت ان انا ادخل كلية تربية عام افضل، بحيث ان انا يبقى معايا العلوم وفي نفس الوقت معايا التربوي. ودعولي بقى ربنا يوفقني واعمل الدكتوراه. وبعد ما خلصت بقى بكالوريوس العلوم التربية، كنت ماشية مرة في الابراهيمية في شارع طيبة ده اللي هو بيودينا على شارع اللاجيتيه، لقيت بقى المعهد العالي للدراسات الإسلامية والعربية، فيعني أثارني الفضول اللي أنا عاوزة أشوف المعهد ده فيه ايه والكلام من ده. دخلت وطلعت وسألت وكده، ولقيت دراسة للعلوم الشرعية والقرآن والتجويد 4 سنين. فبصراحة ما كدبتش خبر، قلت لبابا، وبابا وافق، يعني شال شيلة ما يعلم بيها الا ربنا، 4 سنين تاني. والحمد لله الواحد خلص المعهد برضو على خير. لازم الانسان يعرف اي جزء كده ولو مقدار قليل عن دينه، ما يبقاش مسلم بالاسم بس وخلاص. وكمان بقى بجانب شغلي موضوع التصوير ده كان دايما هوايتي، ودايما اقعد اصور في الحاجات اللي بتعجبني، مناظر طبيعية، البحر، الاجواء التحفة، بقعد دايما اخد كده شطات على قدي. وبعدين اخويا بقى هو اللي اقترح عليا موضوع ان انا اعمل قناة دي، فيعني قلت ليه لا، مفيش مشكلة طالما حاجة هتكون في الخير اقدر انفع بيها الناس، اقابل ناس واتعرف عليهم. برضو ربنا قال لنا في القرآن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والحمد لله ان انا اخدت بنصيحة اخويا وعملت القناة. يعني ما شاء الله كلكم ناس راقين ومحترمين، وتعليقاتكم برضو بتعجبني، فربنا يديم الود. ولو حد عنده نصيحة برضو عاوز يقدمها لي مفيش اي مشكلة، او حد شايف ان في الفيديوهات مثلا حاجة مش بتعجبه معينة او كده حاببني ان انا اطور منها، برضو قولولي. 20 اللي على لمته الخضري ده، وفي برضو هنا زي مشتل وورد والكلام ده كله. وادي كده شارع 20 في العمارة. هنا بقى في برضو سلسلة في اللعب، في لعب حلو يعني. هنا برضو لقطع غيار التوك توك محل.
العمارة طلعت كبيرة. ماشي. واخر الشارع ده كده هنلاقي ان شاء الله شارع 30. في كافيهات برضو كده. الجو حر بقى، حرارة. في لسه حاجات بتبني جديد. وهنا في مواعيد خاصة للسيدات، ده جيم تقريبا، لياقة بدنية، ايروبكس، زومبا، تأهيل للكليات العسكرية، علاج النحافة، تخسيس، علاج طبيعي. كل ده في شارع 20. مدرسة المنظرة القبلية الجديدة. الشارع مليان كافيهات وكده، بتاع أساس وكلام من ده برضو. الشارع مليان. هنا شوارع وهنا شوارع. توني، خدمات الموبايل. نفضل مكملين كده، ندخل شوية في الظل عشان الدنيا. وده تقريبا على ما يبدو فرن عيش، فرن آلي. هو وادي النجارة، أبواب الخشب، منظفات، الكلام ده كله. أكاديمية، حضانة. انا كده بقى عند عصير الحسين وعند الماركت والحاجات دي كده. ده شارع 30. مش عارفة امشي كده ولا كده بصراحة. شارع 30 طلع شارع من الشوارع العمومية. في هنا موبيليا ما شاء الله. هنا محل اهو برضو. كافير. الناحية التانية برضو كافيهات، وبرضو حاجات كلها معظمها صيانة، التكاتك والعربيات بقى والموتور، مركز صيانة.
دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.